صباح الفل على باشا. صباح النور. خير باشا، انا نزلت من الشركه اللي شغال فيها ما لقيتش الموتوسيكل بتاعي. فين رخصة الموتوسيكل؟ عمر صلاح الدين طه علي. انت عمر؟ ايوه يا باشا. ايوه يا باشا، وصل عندي. تمام، في انتظار معاليك. هو في حاجه يا باشا؟ هو الموتوسيكل بتاعي عليه حاجه ولا؟ السلام عليكم. باشا، الإدارة كلها نورت يا باشا. انا علاوي. منور يا باشا. اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازيك يا عمر؟ هو في ايه سعادتك؟ باشا، استأذن سعادتك اخلص موضوع الموتوسيكل واسيب حضرتك براحتك. اتفضل يا باشا. مكتبك يا باشا. اتفضل. اقعد يا عمر. اقعد، واقف ليه؟ هو انا بس اللي واقف سعادتك؟ ده شعر راسي واقف وتقريبا طقطقه ابيض من الخضه يا باشا. ما تكبرهاش قوي كده. اقعد اقعد واهدى. حاضر سعادتك. تولع. تشكر يا باشا. لسه مخضوض؟ والله يا باشا انا ما اعرفش ان الموتوسيكل بتاعي خطر للدرجه دي، يعني معايا بقاله مده ما بانش عليه حاجه خالص. مبسوط عند اللواء جلال؟ وحضرتك تعرف اللي هو جلال؟ مبسوط عنده؟ فضله عدل يا باشا، بترزق. الرضا. اهم حاجه في الدنيا يا عمر الرضا. ونعم بالله سعادتك. هو في ايه يا باشا؟ العقيد جمال رمضان من مباحث الاموال العامه. والله العظيم ثلاثه ما اعرفها يا باشا. انا العقيد جمال رمضان. باشا يا ابني انت ملبوس، ما تقعد وترتاح كده. اهدى اهدى، اقعد اقعد. شوف يا عمر، احنا شاكين في الشركه اللي انت تشتغل فيها دي. الشركه دي فيها كاموفلاج، ستار. ورا الستار ده في شغل تاني خالص غير موضوع كاميرات المراقبه ده. النشاط بتاع الشركه تجاره العمله. تجاره العمله؟ اللي هو جلال ده زمر. يعني بس ما تاخذنيش يا باشا، يعني الموضوع في حاجه غلط. اكيد في حاجه غلط سعادتك. يعني انا مضيع وقتي وجاي اقابلك علشان معلومات غلط؟ انا ما اقصدش سيادتك، اصل في الشركه دي سيادتك بقالي كذا. الشركه دي نشاطها الاصلي تجاره العمله، ولو مش اللواء جلال يبقى حد من شركائه، واللي هيثبت صحه المعلومات دي انت. والله يا باشا انا لو كنت شفت اي حاجه كنت بلغت بنفسي. عمر، احنا مش عايزين نتعبك ولا نضيع وقتك. الموضوع ببساطه ان احنا عايزينك تحط لنا الكاميرا دي في مكتب جلال. ايه الكاميرا دي سعادتك؟ انا اول مره اشوفها. طبعا لازم تبقى اول مره تشوفها، لان مفيش منها غير عندنا احنا بس. بكام الحته سعادتك؟ ليه؟ هتبيعها ولا ايه؟ لا مش للدرجات دي سيادتك، يعني بس يمكن اتضحك عليكم في السعر. اتضحك على مين يا عمر؟ على ولا حد. الكاميرا دي هي اللي هتثبت جدية المعلومات بالصوت والصورة. طب واشمعنى انا سعادتك؟ انا اسف يعني على السؤال. يعني ايه اشمعنى انت؟ يعني اشمعنى انا سعادتك اللي اخترته يركب الكاميرا في المكتب؟ لأن التحريات اللي جات لنا أثبتت إنك فوق مستوى الشبهات. انا؟ أيوه أنت. إيه؟ التحريات غلط ولا إيه؟ لا سعادتك، لا التحريات 100 بس انا يا باشا هركب الكاميرا ازاي في الشركه والموظفين عاملين زي النحل؟ أكيد بعد ما زمايلك يروحوا. ما انا ما معيش مفتاح الشركه. لكن هانيا السكرتيرة عندها. لا ما دام سعادتك وصلت لهانيا يبقى المعلومات والتحريات وكل حاجه كده يا باشا.